وتعالي ما اقولك وتعالى ما اقولك، كنتوا الاتنين على خلاف مع بعض ده شيء الكبار يحلوه، لكن انكم تدخلوا الاولاد كوسيله للضغط على الطرف التاني ده شيء غلط ومرفوض وخط احمر. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنبتدي في خلافاتنا نحاول نخلي العيال في صفنا، نشتكي، نعيط، ننهار، نقول كلام عن الطرف التاني، متناسيين تماما انه خلافنا مع الطرف التاني هو خلاف الراجل مع مراته والست مع جوزها، لكن علاقتهم باولادكم علاقه تانية خالص ملهاش دعوه براجل ومراته، ده ابويا دي امي. فلما امي تشتكي من ابويا يبقى معنى كده ان هي بتشوه صوره ابويا قدامي، متخيله ان هي هتاخدني في صفها. والعكس لما الراجل يقعد يقول على مراته كلام وحش ويشتكي منها للولاد، انت كده بتخلي الولاد يشوفوا ان مامتهم وحشه وان هو اللي حرام مظلوم، رغم ان الفطره بتاعتنا بتقول احنا بنحب امنا وابونا زي بعض، اتولدنا على كده. فانتوا ليه بتبوظوا الفطره بانكم تحذبونا يبقى في صف امي يبقى في صف ابويا؟ ولما بنعمل كده لمكاسب شخصيه مش لمكاسب خاصه بالاسره ولا لمصلحه الولاد. فاذا كان حد فيكم شيطانه بيسوله كده انه ياخد العيال في صفه عن طريق ان هو يشتكي من امهم قدامه، تعملش كده لانه لما بيكبروا بيبقوا شافوا امهم على حقيقتهم ويبتدوا يقولوا بابا كان وحش، هو ليه كان بيقول لنا الكلام ده؟ والعكس صحيح يا مدام، لو انت فاكره انه عشان هو مهملك او هو مش بيسال فيكي او هو ضاغط عليكي او هو مش مناسب ليكي، لما يكبروا مش هيصدقوا رايك في العريس اللي بتيجي لبنتك. عارفه ليه؟ لان اول حاجه هتقولها لك اخد رايك ازاي وانت اختيارك كنت طول الوقت بتشتكي منه، فانت مش الشخص المناسب ان انا اخد رايه في عريس انا هتجوزه. بالعربي كده كنت فيدي نفسك الاول. وبتبقى قاسيه جدا عليهم وبتبقى قاسيه جدا علينا لما يكبروا ونكتشف ان هم ما بياخدوش راينا لانهم شافوا قد ايه طريقه تعامل الراجل مع مراته، الاب مع الام، كانت طريقه سيئه. مش بس ما بياخدوش راينا، ده هم بيبتدوا يشوفوا ان الجواز ده حاجه كلها خلافات وخناق ومصاريف. بلاها سوسو، الله يرحمه فؤاد المهندس، بلاها سوسو خد نادي، مش عايزين يتجوزوا. ودي على فكره ابتديت اشوفها في الفتره الاخرانيه، ونتجوزوا مش عايزين يخلفوا. احنا مش هنخلف باختيارهم، مش لوجود عائق طبي ومش عشان خاطر ربنا مش كاتب لهم، لا هم اللي مش عايزين يخلفوا. ليه؟ لا اللي شفناه في امنا وابونا ده مش عايزين نشوفه تاني. فعشان كده وانتوا بتختلفوا مع بعض خلافاتكم دي تفضل ما بينكم. علاقتكم قدام الولاد لازم تكون على احسن وجه تقدروا عليه، لكن ما ينفعش نشرك الولاد في المشاكل. في ناس بقى مش ما تشركش الولاد في المشاكل دي، بتعلي بانه الولد او البنت اللي هياخد الطرف التاني انا هزعل منه ومش هكلمه واعاقبه بصور مختلفه، وكانه اتاخد كحزب مع الطرف التاني. كان الراجل او كانت الست، انا هنا مش هتعامل معاهم، مش هصرف، مش هتعامل معاهم بان انا ابقى كويس ولا وحش ولا قوم ولا ربي. ولما بتيجي لقطه لازم يتدخل فيها بيتدخل بعنف، بيتدخل مش عشان الموقف يستدعي، مش عشان الابن ده الاحسن له، لا انتقاما من الام. مش انت واخداه في حضنك، خد بقى ما دام انت رحت لها، او خدي بقى ما دام انت كنتي مع ابوكي، مش ده اللي انت اخترتيه؟ هو احنا بنعمل ايه؟ بنصفي حسابات؟ بنتعامل مع الولاد على انهم قطع شطرنج هنكسب بايه وايه الحته الخسرانه ما احناش عايزينها؟ ما بنفكرش خالص في الولاد هيفكروا ازاي، ما بنفكرش هم نشأتهم ونفسيتهم هتبقى شكلها ايه، ما بنفكرش اللي احنا بنعمله ده ممكن يكون تأثيره ايه عليهم في علاقاتهم مع الطرف الاخر، في حياتهم، في اختيارها اللي هتتجوزه او اللي هو هيتجوزها. لهذه الدرجه احنا بنبقى متمحورين حوالين اللي احنا عايزينه، اللي احنا حاسينه، اللي انا هغلس بيه على الطرف التاني. الديناميكيه دي مش سليمه، فعمرها ما هتطلع لي عيال سلام، عمرها. بس جاس وات، الواد والبنت اللي انتوا حذبتوهم وده معايا وده عليا وطلعتوهم نشأة مش سليمه وهم صغيرين، الطلقه دي هترد في وشكم. مصلكوا عيالكم هيروحوا منكم فين وانتوا هتروحوا منهم فين؟ فعشان كده لو انت وجوزك او انت ومراتك بتفكروا او بتمارسوا انكم تحذبوا الولاد او تشهدوهم على خلافاتكم مع بعض او تدمجوهم تدخلوهم في الخناقه كاطراف فعاله في الخناقه، لا راجعوا نفسكم. التصرف ده مش سليم ومش لمصلحه الولاد. حتى لو انت ومراتك ما كملتوش مع بعض، حتى لو انت قررت تسيبي الراجل ده، بس نشأة الولاد حماده وخناقاتكم مع بعض حماده تاني خالص. فبلاش نخلط الاتنين على بعض، لانه بيطلع لنا جيل عنده تشوهات نفسيه عنيفه هو بيعاني منها وانتوا بتعانوا منها معاه بعد كده. في المقام ده بقى يحضرني احكي لكم على حكايه. في يوم من الايام دخلت عليا منهاره من العياط وعندها يعني انفعالات مبالغ فيها وزعلانه. ليه؟ بنتها ما بتردش عليها، بنتها
مش راضيه تيجي وتروح معاها، ولا حتى بتقول لها تعالي شوفي الحفيده. بنتها لما راحت خلفت ما كلمتهاش تقول لها انا رايحه اولد يا ماما، كلمت حماتها، خدت صاحبتها. فالست جايه متاثره جدا، ازاي بنتي حطاني في الهامش قوي كده؟ يعني بعد محاولات لتهدئه الوضع ومحاولات ان هي تكلم بنتها تيجي عشان نفهم فيه ايه، لقينا البنت جايه بتقول هي دلوقتي افتكرت تكلمني، هي كانت على طول بتتكلم مع اخويا، بترغي مع اخويا، بتبدي اخويا عليا عشان هو اللي كان بيطاوعها لما كان بابا وماما بيتخانقوا. النهارده جايه تقول لي احضر ولادتك واجيلك في البيت واقعد معاكي واسالي عليا انا كنت فين قبل كده. فقعدت فكرت هو اللي انتوا عملتوه مش الولد والبنت راحوا ناحيه الاب ولا الولد والبنت راحت ناحيه الام، ده انتوا كمان فرقتوا بين الاخ واخته، خليتوا حد فيهم يشوف ان التاني بيتعامل معامله احسن مني لمجرد ان هو وقف في صفك، فبقى هو ده الفافوري بتاعك، هو ده اللي بياخد كل الحب والحنان، والبنت اللي مش موافقه على اللي انا بقوله منبوذه مع نفسك بعيد. فالبنت لما كبرت ما قدرتش تتخلص من هذه المشاعر، وفضلت ماشيه على فكره ان ماما دي تبع اخويا ملهاش دعوه بيا، واذتكم من الشعر بيت الاب توفى. فالبنت حست انها بقت لوحدها، حتى الاب اللي هي كانت بتتعاون معاه او بتفهمه او بيفهمها او بيتكلموا مع بعض، والحزب بتاع مامتي واخويا على جنب ما عادش موجود، فبقت هي لوحدها. عشان كده لما اتجوزت وقررت تخلف هي مش عايزه حاجه من الحزب التاني، بس الحزب التاني فجاه اكتشف انه للمظهر الاجتماعي لازم تكلمني ولازم ابقى موجود. انتوا مستوعبين كميه الخلل اللي بيحصل في نفوس اولادكم، مش بس عشان نظرتهم ليكوا كاب وام، كمان لاخواتهم، لانه احيانا في اخوات بناخدهم على اليمين واخوات تانيين ما سمعوش الكلام بنخليهم على الناحيه الشمال. فاحنا مش بس كاب وام مختلفين مع بعض، احنا كمان بننقل هذه الفرقه بين الابناء، وده بيخلي أبنائكم يعانوا مدى الحياة من إنه لا كان عندي أب وأم محتضنيننا ولا كان عندي إخوات في ظهري أو جنبي. عشان كده خلوا خلافاتكم مع بعض بعيد عن أولادكم، بلاش تستعملوا الأولاد كسلاح بتهاجموا بيه الطرف التاني، وبلاش نظام حزب يمين وحزب شمال. نو، دي عيلة، من حقك تكون مختلف مع مراتك، من حقك تكوني مش مبسوطة من جوزك، بس دي علاقة، وانتوا كأب وأم أولادكم دي علاقة تانية لازم يبقى فيها نوع من أنواع الوعي والرعاية والاهتمام، مش هنطلع فيهم سوء اختيارنا أو مشاكلنا أو خلافاتنا.